هذه هي الصورة الأكثر ندرة المتوفرة لميدان باب الخلق في القاهرة. تم التقاطها سنة 1874 في عهد الخديوي إسماعيل أثناء تدبيش ترعة الخليج المصري بهدف تخطيط وتمهيد شارع ترعة الخليج الذي تغير اسمه إلى شارع بورسعيد حاليا. تظهر بالصورة مأذنة جامع يوسف أغا، بائع طماطم في أحد شوارع القاهرة عام 1924. بائع اللبان سنة 1963 في وسط البلد، ويظهر دار القضاء العالي. صورة لبائعة الخبز سنة 1875. صورة لفتاة مصرية تشارك في مشروع إنقاذ معبد أبو سمبل سنة 1968. الساقية والجاموسة والبيوت الطين والنخل والأهرامات والناس الطيبة دي مصر 1900. الصورة لمسجد بجزيرة فيلة أسوان سنة 1890. الصورة من مدرسة في أسيوط سنة 1896. لقطة نادرة لإحدى حنفيات المياه العمومية القاهرة سنة 1900. وكانت محافظة القاهرة تضم 225 حنفية عمومية، من بينها 175 حنفية توزع الماء على الأهالي مقابل دفع بعض مليمات، بينما كانت 50 حنفية الأخرى توزع الماء مجانا على نفقة الحكومة، وهي موضوعة تحت مراقبة مصلحة الصحة العمومية. تاكسي العاصمة رقم 14 القاهرة سنة 1920. الصورة للسيدة بامبا فهيمة، أول سيدة مصرية تسجل الأسطوانة بصوتها.